حبيبي عبادك يا رب. الجامع الأزرق، جامع النور، كلها مسميات لجامعنا النهاردة. وعشان نعرف تفاصيل أكتر يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. مسجدنا النهاردة واحد من أجمل مساجد الدولة المملوكية، واللي تميز بهندسته المعمارية والدقة والفن الراقي لدرجة أنه يقال عنه زينة مساجد حي الدرب الأحمر. وتم إنشاء المسجد سنة 1347 على يد الأمير آق سنقر السلحدار، وهو أحد مماليك السلطان قلاوون، وكمان كان جوز بنته. وللأسف بعد وفاته تعرض المسجد للإهمال الشديد وكاد أن يهجره الناس، إلا أن الأمير إبراهيم أغا مستحفظان أحد أمراء الدولة العثمانية قام بتجديده وأعاد بناؤه بنفس التصميم السابق. وقتها قال الأمير إبراهيم أغا إنه رأى في المنام الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في محراب المسجد وبينصحه بترميمه وإعادة بناؤه كما كان. وبالفعل صنع له خصيصا إيشاني باللون الأزرق في تركيا بمدينة أزنيق، وعمله في جدار القبلة اللي ميزه عن كل المساجد، وعشان كده تسمى بالجامع الأزرق. وتوجد بالمسجد أعتاب رخامية ترجع للعصر الفرعوني، وده كان معتاد في بناء المساجد في العصر المملوكي. وفي صحن المسجد كان موجود فسقية للوضوء، لكن مع مرور الزمن تحولت لمكان مزروع، إلا أنه أضفى لمسة جمالية أكتر للمسجد. وطبعا في رواق القبلة يوجد المحراب المميز والمزين بالرخام وأحجار القرميد، تعلوه عبارة منقوشة بتقول: بشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحراب المبارك وهو قائم يصلي عند هذا الجامع المبارك إبراهيم أغا مستحفظان. وبجوار المحراب يوجد المنبر اللي بيعد أقدم المنابر الرخامية القائمة في وقتنا الحالي بالمساجد الأثرية بالقاهرة. والجدير بالذكر إن إبراهيم أغا وقت تجديد المسجد طلب إن يكون الإيشاني البعض منه يمثل محراب يعلوه قنديل ويكتب عليه يا الله يا محمد، وأصبح المسجد بالفعل منارة زرقاء تضيء في سماء المنطقة. يا ترى عرفتوا احنا كنا فين النهاردة؟ احنا كنا في مسجد النور أو مسجد آق سنقر أو مسجد إبراهيم أغا، والمشهور بالجامع الأزرق. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وياريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. والسلام عليكم.